سلام، كنتمنى تكونوا لاباس. مهم كيف ما وعدتكم بزاف ديال البنات طلبوا مني لو الوصفه ديال المادلين الفرنسي والسر ديال هذيك القبه اللي كتكون تماك. وكيف ما كتشوفوا في الفيديو فريمون الوصفه ناجحه 100%. غتشوفوا المقادير ساهلين وكتعطي كميه لا باس بها. دونك نمشيو نشوفوا المقادير. اول حاجه 100 غرام ديال الزبده دايبه، 3 ديال البيضات حجم كبير، 100 غرام ديال السنيده سكر سنيده، لافاني وقشور الحامض. ما درتش قشور الحامض ماشي مشكل، مهم ديروا لافاني مهم بزاف باش ما تجيكمش الوصفه فيها الزفوريه. 150 غرام ديال لافارين مع 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوى و2 غرام ديال الملحه. هنا انا غادي نستعمل واحد الطراب يعني فريد من نوعه عجيب بزاف، ما كيتبرونشاش. شريته من تيمو. ما عرفتوش عندكم لابليكاسيون تيمو؟ البنات اللي ساكنين في اسبانيا راه غادي تعرفوا، البنات اللي ساكنين في اوروبا. اول حاجه غادي ندير 3 ديال البيضات نطربها مع السكر، نطرب مزيان كيف ما كتشوفوا. ما كنحتاجش كاع نبرونشي هذا الطراب بالالكتريسيتي، ها هو خدام مزيان وفيه 3 ديال لي فيتيس. البنات راه كاين في تيمو كيف ما قلت لكم، ولا كاين في شين حتى هوايه. شين راه فيها حتى هوايه، غير قلبوا ديروا ما عرف ديروا الطراب وراه غادي يخرج لكم. زدت هنايا لافاني وطربت عاوتاني مزيان. ما كنحتاجش نطلع البيض، غير نخلط مزيان وصافي باش دوب لنا داك السكر في البيض. نزيدو من بعد الدقيق. ما كتشوفوا انا هنا ما غربلت ما والو، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نطرب وغادي تجيني لاباط فريمون يعني منسجمه وليس بات ليس. دونك نخلط مزيان ونزيد 100 غرام ديال الزبده ذوبتها في الاول وخليتها تبرد شويه باش ما تجينيش سخونه وطيب ليا البيض. نخلط غابيدمون عاوتاني. وهانتوما كما كتشوفوا لاباط كتجيني منسجمه مزيان، ما فيهاش لا حبيبات لا والو. ما تخدموهاش بزاف باش ما يجيكمش عاوتاني المادلين ديالكم معجن. دونك غادي ندي هذا يتشارجا حيت بدات لا باتري ديالو كتطيح كتسالي، وهذا غادي نمشي نغسلو. هنا غادي نجيب واحد لاباش ادوي. الا ما عندكمش هاد لي بوش ادوي، انا كنشري بحال هكا الرولو لان كنخدم بهم بزاف كيتقم عليا رخص. الا ما كانش عندكم هاد لابوش ادوي ما كاينش لاش تشريو، غير ان ساشي ديال الكونجيلاسيون داك اللي كديروا فيه الماكله باش تدخلوهم الكونجيلاتور وصافي. دونك غنجيب واحد الكاس كبير، نورمالمون الكاس خصو يكون كبر ولكن هذا قدا ليا غرض صافي. وغادي نخوي فيه لاباط ديالي. علاش؟ لان لاباط غادي ضروري خصنا ندخلوها للثلاجه باش تعقد وتشد راسها. ما عمرنا ما كنديروا المادلين يطيب ديريكتومون، ضروري خاص تبرد مزيان لاباط باش تجينا داك القبه وتنفخ لينا المادلين ديالنا. عاوتاني ما تزيدوش ما تكونجليوهاش وما تبردوهاش اكثر من القياس، غير واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه مزيانه. ديري لاباط ديالك دخليها للثلاجه وغسلي المعينات ولا شوفي شنو غادي ديري وخرجيها، وديك الساعه ديري في المول ديال المادلين. انا المول هذا شريته رخيص غير ديال السيليكون. المادلين من الاحسن انا كنبغي نستعملو ديال السيليكون لان كيف ما غتشوفوا من بعد غادي نديكوريها بالشكلاط وكيجيني حسن. المول ديال الميطال ما كينفعكش فاش كتبغي ديري الديكوراسيون بالشكلاط، بعدا انا هكا كنخدم. دونك المول ديال السيليكون هذا راه صالح للطياب، ما كيتحرق ما والو، مزيان صحي وما كاين حتى شي مشكل، ما فيه حتى مشكل. دونك كيف ما كتشوفوا بلا بوشادوي درت لاباط ورشطت ليا لاباط. داك لاباط اللي شاط ليا عاود دخلتها للثلاجه بيد ما نطيب لا بروميير بيد ما نطيب هادو طيبتهم على 200 درجه لمده 10 دقائق، لا اكثر، ما تفوتش 10 دقائق، لمده 10 دقائق. شوف كيف ما ملي خرجتهم جاو فريمون منفوخين وهشاش بزاف. كنخليهم غير واحد 2 دقائق ونخرجوهم من المول. هاهي لا فورم ديالهم كيف ما كتشوفوا ناجحين 100%. كيخرجوا بسهوله مع السيليكون، مع هذا المول ديال السيليكون كيخرجوا فاسيلمون صافي. ونجيب نخرج عاوتاني لاباط اللي بقات ليا ونعاود نعمر. البنات الفران ضروري خاصو يكون مسخن من قبل 200 درجه حراره من الفوق ومن التحت. ما نعمرش المول ديالي حتى الفوق حتى الحد، نعاود ندخلهم للفران يطيبوا نعاود نخرجهم. شوف لابوس كيفاش كتجي، شوف القبه كيفاش كتجي ناجح. السر هو ان لاباط بردات. دونك انا غادي تشوفوا هنايا غادي نحلهم معكم. عرفتي راه هشاش بحال القطن وما جاوش مدقسين لان ما فيهمش الزبده بزاف. شوف رطبين بزاف 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 وعطاوني كميه لا باس بها، هكا ينفعوك في الفطور ولا في الكوتي. دونك من بعد غادي نجيب شويه ديال الشكلاط، عينك ميزانك وداكشي اللي عندك نتيا. انا هنا خلطت شوكولا ابيض مع شويه ديال الشكلاط اللي كان عندي شوكولا اولي. غادي ندوب الشكلاط ديالي.
انا كندوبو في الميكرووند. نتوما الا عندكم ميكرووند مزيان، ما عندكمش راه بان ماغي في واحد لا كاسرول وصافي تذوبوا على خاطرو. عندك غير تدو البال مع الشكلاط بيض لان راه كيتحرق الا كان في الكونتاكت ديال العافيه. صافي نخلط الشكلاط ديالي غابيدمون. انا بغيتو يجي واحد ليفي شويه زليج دونك ما خلطتوش مزيان. صافي نجيب المول ديالي اللي غسلته ديجا ونشفتو مزيان. ضروري ان الشكلاط ما يتلاقاش مع الماء سينو غادي يخسر لكم الشكلاط دايب. هادي ان كونساي اللي كنعطيكم في كاع لي غوسيت، عمر الشكلاط ما يتخلط مع الماء. دونك غادي ندهن هكا المول ديالي بالشكلاط. شوفوا نتوما عينكم ميزانكم، بغيتو تجي تكثروا من الشكلاط كثروا، بغيتو تجيكم لاكوش تكون رقيقه راه مهم غيبان لكم. المهم تغطيو السطح ديال المول. صافي نجيب المادلين ديالي ونحطها بحال هكا، نكمل العمليه مع كاع لي مادلين. انا وحدين درتهم بالشكلاط ووحدين خليتهم بلا شكلاط لان كاين اللي كيبغي عندي في الدار، كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغيش. دونك فوالا عاودت نفس العمليه. صافي منين نكمل ندخلهم الثلاجه وننساهم واحد سويعه بحال هكا على ما يشد مزيان الشكلاط ونخرجهم. نعاود نديمو ليهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا بطريقه سهله. بيان سور هذاك الشياطه اللي كتبقى تماك في الجنب راه غادي نقيها. صافي يوجدوا لينا هكا لي مادلين ديالنا كيجيو غزالين، حتى في المنظر كيجيو زوينين ورائعين في المذاق. البنات غير جربوهم غادي فريمون هكا غينفعوكم في الفطور، غينفعوكم في الكوتي. دايره شي عيد ميلاد وبغيتي تحطي هكا دي ميني كيك فريمون غزال. وما كاينش لاش تبقاو تخسروا الفلوس في الباتيسري. مره الواحد كيبغي يتقدى، ولكن من الاحسن الواحد يتعلم يدير لي غوسيت باش كتخدمي الحاجه نقيه وكتكونترولي المقادير اللي انت كتستعملي غير بلا ما تعكزوا عليهم. راه ساهلين. شوف كيفاش كيجيو وتا المنظر ديالهم انيق وزوين. كنتمنى تعجبكم لا غوسيت ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.